حسام يا غالي، يا حسام يا غالي، مين يا حسام اللي شرع عليك الشورى دي؟ مين يا حسام اللي مشاك في السكة دي؟ يا خسارة يا حسام يا غالي، يا خسارة. انت نسيت نفسك يا حسام. انت الشهرة وبريق الشهرة والفلوس وعضوية المجلس ضحكوا عليك وغروك. انت نسيت مين اللي حطك في المنصب ده ومين اللي وصلك اللي انت فيه. نسيت مين اللي اختارك وقال ان هو يعملك في يوم من الايام حاجة كبيرة وتوصل بعده انك تكون رئيس للنادي الاهلي. انت في دماغك اللي انت بتقوله دلوقتي ده هو اللي هيوصلك للي انت فيه؟ هيوصلك قصدي يعني تبقى رئيس للنادي الاهلي؟ لا يا حبيبي، انت كده عديت جمهور الاهلي. انت كده دخلت في سكة الناس التانية، سكة اللي بيروح ما بيرجعش. مين اللي ضحك عليك؟ انت شفت اللي قبلك خدوا ايه من كلامهم اللي بيقولوه؟ اهم كلهم غضب عليهم جمهور النادي الاهلي. وللاسف للاسف انت ماشي في سكتهم يا حسام. ماشي في سكتهم ليه؟ ضحكوا عليك ليه؟ محمود الخطيب ربنا يبارك في عمره ويدوله الصحة يا رب، هو اللي اختارك وهو اللي حط ايده في ايدك. جاي دلوقتي تقضي فيه وبتقول النادي الاهلي فيه كذا وكذا وكذا وانا مش هدخل دلوقتي عشان كذا، وبتقوله في الوقت ده بالذات في وقت الانتخابات. دي خسارة. ضحكوا عليك ولا اغروك بايه؟ اذا كان على المنصب ما انت تشتغله طول عمرك، خلاص انت مشيت في السكة اللي محدش بيرجع فيها تاني. خلاص جمهور الاهلي عرفك على حقيقتك. طبعا انا اعرفك اكتر لان انت ابن بلدي، انت ابن بلدي وعارفك كويس جدا وعارف اهلك وعارف كل حاجة. لكن طبعا ملوش دعوة الكلام ده، ملوش دعوة بالمناصب والحاجات دي. ربنا يسهل لك حالك. هتندم، اقسم بالله لا تبكي بدل الدموع ده.